الاخوان ديالي اليوم غنوجدو معكم باش نهرق الزيت. اليوم كنت غنوجدو معكم شريحة بالزيت العود. هذا الدواء ديال البرد، الدواء ديال البرد فعال 100%. فهمتي؟ شاهدوا معايا الفيديو بالتدريج وان شاء الله بالصحة والراحة للجميع. شريحة مرقدة في الزيت العود، الصراحة المفعول ديالها واعر. بسم الله، جربوها وردوا عليا في التعاليق. والصيفية تخرج بالتاكيتا. ايوا هنا خوتي نبداو الوصفة ديالنا. كنجيبو الثوم، شريحة بلدية انا جبتها. الكوزي حنا كنعيطولو الكوزي، هاد الماركي هذا الغدة المجبرتي. المهم اخوتي كنجيبو التويمة كنقشروها، التويمة تكون حمرا باش يكون فيها منافع. كنفتحو الشريحة فحال ما هكا، الدريز د الثوم باش ما يجيش الثوم قوية كتقسموها على جوج. انا قسمت التويمة بحال كما كتلاحظوا في الفيديو. صافي عملت شديتها فحال ما هيدا. ايوا كتقطعوها في النص وقطعوها ولا خليوها صحيحة اللي يعجبكم. انا بعد ما بقات تقطعوها فحال هيدا كتجي حلوة. فهمتي؟ فحال هيدا كتجي ديك التويمة في الوسط بحال قويلبة. صافي ديك ساعتك كتخليوها كتجي كتكملوا الكمية اللي عندكم. ايوا صافي هنا كتجيب واحد الطنجرة بورمة، كسكاس يكون مثقب باش كيخرج داك الربون الشريحة. صافي وكتخوي ديك هادي هي الكمية اللي كانت عندي انا كيلو. كتخوي ديك الشريحة في كسكاس وكتعملوها في فوق البورمة. ايوا وكتغطيوها بشي غطا، كتخليوها تبخر 35 دقيقة، نص ساعة. نص ساعة كافية صراحة. هي كتبخر غير باش ديك الريحة د الثوم ما كتبقاش قوية. صافي كتاكلها بلا خوف، كتاكلها بحال لانها ما كايناش الثومة فيها مرة. ديك الساعة ملي كتبخر تخليها تبخر ديك 45 دقيقة ولا لا نص ساعة. صافي ملي بخرت نص ساعة طفيت عليها بوطة وخليتها تبرد. ها هي بردات. صافي جبت واحد تشوبينة، الطاسة اللي غنعمل فيها ديك بركة شريحة تومة مبخرة. صافي ستفت المقادير ديالي الى اخره. هنا كانت عندي واحد البركة كانت عندي قديمة، حيتاش خصكم تخليوها على الاقل واحد 10 ايام مرقدة في الزيت عاد تبداو تناولوها. صافي هنا هاديك الكمية اللي عطاتني الشريحة اللي كانت عندي. هنايا غنزيد اللمسة الاخيرة، خويت عليها الزيت د العود. خويت عليها الزيت د العود تا غبرت الشقة من الشريحة. صافي وكتغطيوها فحال ما هيدا وكتخليوها. اعطيها 10 ايام وكولها بالصحة والراحة. وهادي ضمان اخوتي. فهمتي؟ الشتا كيطيح ونسينا غير بالتاكيطة حيتاش المنافع ديالها واعرين. دوز من الوصف، دوز من صندوق الوصف عاد تقرا المنافع ديالها من الاول حتى الاخر. والسلام.